اهلا بيكم في الفيديو دوت. ان شاء الله هنخلص كل النيو فيتشرز بتاعه ريفت 2027 للمعماريين. كل حاجه احنا كنا نزلنا فيديو قبل كده بنتكلم على 4 فيتشرز، وكان منهم الاي اي وكان منهم تفاصيل كتير للاي اي. في الفيديو دوت هنتكلم على 5 فيتشرز او 6 فيتشرز، وهم الاكسلريشن وتحسين الاكسلريشن، المالتي كاتيجوري، واللينكينج لاين ويت برضو حصل فيهم تعديل قوي جدا. كمان هنتكلم على الكونتكتشوال داتا، اللي ازاي تربط الكلام دوت مع السايت او ازاي تربطه مع اوتوديسك فورما. هنبص على الاوبشن ده فين. كمان هنتكلم على الانرجي اناليسيز وازاي هم عملوها تحسين، وكمان ضافوا بعض الايكونز الجميله جدا اللي لازم برضو تكون واخد فكره عنها. واخيرا الحاجه الاساسيه اللي انا بحب اختم بيها وهي الاي اي. وهنشوف النهارده اوبشن قوي جدا في الاي اي، وهو ازاي تعدل التفاصيل بتاعه الموديل بتاعتك بالاي اي. يعني عايز ترفع حاجه معينه، عايز تغير اوفست معين، ازاي تقدر تعمل دوت، وازاي تخلي الاي اي يساعدك في الموديلنج. فخليكم معايا للاخر، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنساش تبص على الفيديوهات اللي فاتت في السلسله بتاعتنا بتاعه ريفت 2027 اي اي، واكتب لي دلوقتي في الكومنتات اي اي 2 علشان يوصلك الفيديو اللي احنا بنسجله دلوقتي مع بعض. اول حاجه هنبدا بيها وهي يعني ابسط حاجه، ان هم عملوا تحسين لعمليه الفيجواليزيشن. يعني لو جيت شغلت الاكسلريشن جرافيك، الاكسلريشن جرافيك في الحقيقه حصل فيه تعديل جميل جدا. ولو كمان عملته على التكتشر او عملته حتى على الرياليستيك زي ما انت شايف كده. طب ايه اللي حصل؟ اولا طبعا بقى خفيف جدا. ثانيا لو شغلت السكشن بوكس، زمان لما كنا بنعمل سيكشن كان بيقعد يحمل. يعني انا في مشروع 24 بيقعد يحمل وبياخد وقت غير طبيعي. دلوقتي زي ما انت شايف اصلا هو بيطلع معاك بالتفاصيل. يعني لو انت عامل كمان تكتشر، بص هتلاقي ان هو بيطلع معاك بالتفاصيل اهو. لا خلينا نخش. بص بيقطع الشكل بتاعك اكنك بتقطع في رسمه يعني. فالموضوع طبعا ده في حد ذاته حلو جدا. احنا كنا زمان بنعمل ايه؟ كنا هنعمل كده وبعدين نقعد نعمل كده ويقعد يحمل ولودنج وبياخد وقت طويل جدا. طبعا اوتوديسك حسنت الموضوع بشكل غير طبيعي، وزي ما انت شايف كده اكنك ايه ماشي مع خط القطع، ودوت حاجة قوية جدا. ونفس الكلام برضو اهو. فانت وانت يعني انا مثلا هنا كده هبقى ماسك البوينت دي اهو، وعايز مثلا انزل اول الشباك اهو، فانا شايف الحاجه بعيني. انا قبل كده ما كنتش بشوف، فبالتالي انا مش عارف الموضوع بيبقى عامل ازاي، والموضوع بيبقى تقيل. حاليا دلوقتي الموضوع احسن بكتير في التعامل وفي الرؤيه، وده في حد ذاته طبعا شيء جميل جدا، واحسن بكتير من اي فيرجنز قبل كده يعني. طيب دي واحده من الحاجات الجميله جدا اللي ضافتها اوتوديسك. من الاضافات كمان الجميله اللي ضافتها وهي المالتي كاتيجوري. المالتي كاتيجوري هو ايه؟ هو احنا كنا بنعرف نعمله، ولكن يعني خلينا بشكل او باخر اشرح لك برضو علشان تبقى عارف ايه التعديل اللي نزل. فانت كان عندك هنا عندك هنا في الانوتيشن، عندك التاجنج، وعندك التاج باي كاتيجوري، وعندك التاج باي اول. عندك في التاجنج هنا لو قلنا له مثلا تاج اول هيفتح. قلت له انا عايز التاج بتاع الدور. التاج بتاع الدور فين؟ اهو. فالتاج بتاعي اللي هو ام دور تاج ابلاي اوكي، ده كان اوتوماتيك بيقرا منين؟ بص بيقرا من المارك زي ما انت شايف. المالتي كاتيجوري تاج دلوقتي لو انت قلت له انا عايز التاج باي كاتيجوري، يعني لو خدت ده عملت له سيلكت انتاير بروجكت وعملت له ديليت، وجيت هنا قلت له انا عايز اروح للتاجنج لود تاجنج، ورحت رايح للدور علشان تظبط بقى عندك حاجه اسمها الام مالتي كاتيجوري تاج. وده بيعمل ايه؟ ده اول ما تقول له انا عايز تاج اول دور
وعندك مالتي كاتيجوري تاج بينزل عندك بالارقام بالشكل دوت. الارقام بالشكل دوت دي بتقرا منين الارقام دي هتلاقيها بتقرا من التايب كاتيجوري اللي جوه او التايب مارك اللي جوه. وزي ما انت شايف طبعا كنا بنعملها بالفاميلي وكان الموضوع لطيف، ولكن لو حبيت ان انت تغير في اي حاجه، عايز تقرا حاجه من جوه حاجه من بره، عايز تقرا من المارك، عايز تقرا من الكومنت، فده اوبشن لطيف يعني. طيب ايه تاني برضو من الاضافات الجميله اللي اتضافت، وهي اللينكينج. تعال نروح لمشروع فيه لينكينج اهو. طبعا عملوا تطوير للمشروع دوت بشكل كبير جدا، ودي يعني من الحاجات الجميله اللي اوتوديسك دايما بتعملها، ان هي بتنزل لك سامبل تقدر تضيف السامبل دي في شغلك وفي التفاصيل بتاعتك. فخلينا نقول مثلا ادي الشكل بتاعنا. لو رحنا للبلان فاظن يعني ان احنا عندنا هنا ريفت لينك اهو، عندنا مجموعه من الفيوز. تعالى نخش من الاركتكتشر بلان ومن الاديت ومن الريفت لينك، وعندك هنا مثلا الستراكشر سامبل مثلا. فهو هنا ضاف ايه؟ ضاف لك حاجه جديده تحت اسمها اللاين ويت. زمان اللاين ويت دي ما كانتش موجوده، فبقيت تقدر تروح تعمل كاستم وتقول له باي لينكد موديل. تعال نشوف الاوبشنز بتاع الديزاين اوبشن، كمان من الحاجات اللي اتضافت وبرضو مبهرة جدا في الشغل. فتعال برضو نبص كده على فكرة ان انت لو بتيجي هنا وعامل مثلا مين موديل، فدول على اوبشن تاني، فعشان كده مش عارف تعمل لهم سيلكت. لكن لو جيت عملت مثلا الاوبشن التاني فتلاقيك عارف تعمل لهم سيلكت بالشكل ده. وبقى كمان عندك اللي هو المين موديل، وعندك الاكسكلود اوبشن، لو برضو شلت الاكسكلود اوبشن هتعرف تعمل سيلكشن. فهم حسنوا كتير من فكره الديزاين اوبشن، وانت لو بتستخدمه تقول لي طب يعني وصلوا بالتحسينات لفين؟ كمان وصلوا بالتحسينات ان انت لما تيجي تبص كده على الروف، بص على شكل الروف، بقى الموضوع ممكن تعدل فيه بالقوة دي وتفضل محافظ على الشكل بتاعك. يعني تقدر تغير وتعدل بيه الشكل دوت اهو. لو انا كمان عملت شيدد او عملت مثلا تكتشر اهو وجيت هنا اهو، فالشكل بتاعك بيتغير باكتر من شكل عندك. فده برضو من الحاجات القوية جدا اللي تقدر تشتغل عليها وتقدر تبين للعميل بتاعك اكتر من ديزاين واكتر من تفصيلة. طيب حلو قوي كديزاين اوبشن. كمان ضافوا لنا الكونتكستشوال داتا. الكونتكستشوال داتا ده ان انت بتربط مع الفورما اوتوديسك الكلاود، وتقدر تنزل المودلز بتاعتك او المنطقة بتاعة المشروع حواليك، وتشوف العمارات وتشوف الشوارع وتظبط الموضوع وتبص على السيناريوز اللي ممكن تفيدك في المشروع بتاعك. فده برضو من النقط الجميلة. كمان ضافوا لنا نقطة حلوة جدا، وهي ودي هنشرحها قدام، وهي الايشوز. ان الايشوز على طول بقت تتحط هنا، كانت زمان بننزل لها بلجن، ودي طبعا بتفرق جدا في الكوردينيشن. وحتى انا زمان كنت بستخدمها بنظام تاني مختلف، وكنا عاملين نظام لينا علشان نعرف نكنترول الايشوز بشكل كبير جدا في الفيرجنز القديمه. حاليا دلوقتي ضافوها اوتوماتيك، ودي برضه هنشرحها في الفيديوز بتاعه الكوردينيشن. وكمان عندنا اضافه جميله جدا، وهي في الاناليسيز، ان هو انت بدات يضيف لك الفورم اناليسيز وكمان الانرجي اوبتمايزيشن والفورم كاربون انسايتس. كمان بقى في الماتيريال كاربون تقدر تستفيد بيها، وعندك الالكتريكال اناليسيز والروت اناليسيز. فموضوع بقى شامل بشكل كبير. يمكن لو جينا هنا برضو بصيت على الشكل دوت اهو، هيقول لك ار يو وونت تو ديليت انرجي موديل، ماشي. بعد كده هيشتغل بقى معانا لما كرييت ذا انرجي اناليتيكال موديل اهو. بقى اوضح والخطوط بقت اوضح وبقى تفاصيله اوضح، وتقدر طبعا تستخدمه في حسابات الانرجي والاناليسيس بتاعتك على المبنى. فمجموعه جميله جدا من اوتوديسك الصراحه، تقدر تستخدمها وتقدر تفيدك ان شاء الله في شغلك. تعال بقى نروح لاهم حاجه،
وهو ال AI. واهم حاجه هو ال AI، واللي انا قلت لكم عليه في الفيديوز ان دوت هيفرق معاكم بشكل كبير جدا، ولازم تسمعوا الفيديو للاخر. لو انا رحت مثلا للمشروع دوت او لده عادي، تعالى هنا وعملنا ويندو اهو، والويندو دوت يعني مختلف نوعا ما اهو، باكتر من واحد. حلو. لو عملت select all instance فكلهم مثلا او عملت مثلا select للويندو كله، فلتر تشيك ران ويندو، فهنا السيل هايت طبعا مختلفة زي ما انت شايف كده. فانت عايز مثلا توحدهم، طبعا خلاص احنا بنعرف نوحدهم من هنا، بس ازاي الاي اي ممكن يشتغل معانا؟ يعني ممكن نقول له انا عايز السيل هايت دي تبقى متر، وطبق المتر دوت على كل الحاجة. فانا ممكن اقول له اهو 100 سوري 1000، وبعدين اقول له كل اللي انا عملته ان انا هقول له use السيل هايت from the selected window and apply that parameter to all window at level 1، واحنا في level 1 وانا عايز كله يوصل للمتر. فبمجرد ما قلت له اوكي هيبدأ ان هو يعمل الكالكوليشن بتاعته، ويبدأ يعدل لك كل الموديل بتاعتك اهو. بيقول لك select window apply to all window on level 1. Let me first check what window are currently selected and get it their cell height parameter. فبيعمل الكالكوليشن وبيوريك الخطوات وبيقول لك ده كذا والسيل هايت بتاعته كذا، وانا ايه هبدأ اعمل الستبس. ففي الحقيقة من الحاجات الجميلة جدا اللي ممكن تعدل بيها البواب بتاعتك، تعدل بيها الشبابيك بتاعتك اهو. فهو بيقول لك all window on level 1 now have same cell height. يعني لو انا مسكت 1000 1000 و1000، فده حلو جدا. مثلا ممكن تقول له renumbering التايب مارك، ممكن تقول له كده يعني renumber التايب مارك start from 1. ممكن نقول له كده all window renumber type mark start from 1. تعال نشوف هيقدر يعمل دوت ولا لا. زي ما احنا شايفين كده، بعد ما انا كتبت له قال لي تمام، وبدأ يرقم واداهم الارقام بتاعتنا بالشكل دوت. فدوت بقى اهو 6 بعد ما كان 35، ودوت بقى 3، وابتدى يديلك الجدول بتاعك. فبالتالي دي برضو من الحاجات القوية قوي 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 في الشغل عندنا، وده هيوفر عليك. فطبعا التطبيقات دي كلها انت محتاج تشوف افكار كتير، فتابعني وما تنساش تعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل التفاصيل. وقول لي افكارك في الكومنتات. لو سمعت لاخر الفيديو قول لي افكارك في الكومنتات، وهعمل لك فيديو ونشوف ازاي ممكن نطبق كل التفاصيل دي.